البنوات ولا الاطارات فيهم بزاف ديال المعلومات، من بينهم بحال هادو اللي كنشوفو اليوم. شنو المعاني ديالهم بالنسبه للبنو اللي عندنا اليوم؟ يعني هاد المعلومات اللي فيه راه كاينين في جميع البنوات، كاين بحال هاد الكتبه هادي. بالنسبه للرقم الاول، يعني راه يختلف من بنو لبنو. يعني الرقم الاول كيدل على العرض ديال البنو، الرقم الثاني اللي هو 60 عندنا هنايا تيدل على الارتفاع ديال البنو. الحرف الثالث اللي هو ار تيدل على طريقة صنع الإطار. في هذه الحالة عندنا ار يعني كتعني راديال، يعني طريقة ديال الصنع ديال هذا البنو. وعندنا 16 هو قطر الإطار أو الرقم ديال الجانطة اللي كتركب في هذا البنو، يعني القطر ديال الإطار هو 16. في هذه الحالة عندنا 92 هو مؤشر الحمولة. عندنا الاش هو الحرف اللي كيدل على السرعة القصوى اللي خص هاد البنو يمشي بها. وهذا الحرف اش كاين الحروف بزاف بحالو كنقدروا نلقاوهم في هاد البلاصه ديال اش، من بينهم هاد الشيء هاد الجدول هذا تيبين الدلائل ديال هاد الحروف. وفي هاد الحالة عندنا حرف اش، السرعة القصوى اللي يقدر يمشي بها هي 210 كما كنشوفوا في الجدول. وكنلقاو واحد 4 الارقام كذلك كيكونوا معزولين بوحدهم. 4 الارقام، جوج الاولين كيدلوا على الاسبوع ديال الصنع، وجوج الثانيين تيدلوا على السنة ديال الصنع. بالنسبة للحالة اللي عندنا 0907، يعني هاد البنو تصنع في الأسبوع التاسع من سنة 2007. وكذلك هاد الإشارات اللي لقاوها في البنوات، يعني البنو فاش غادي يركب، ملي غادي يركب في الجانطة خص هاد الروبير هادي تجي ديريكت مع الفالف، حيت هاد المنطقة هادي تتكون زايد فيها شوية الوزن مقارنة مع الجانطة اللي كتكون فيها ديك الثقبة وتتكون ناقصة من الوزن. تمايا تيعوضوا داك الوزن اللي ناقص في الجانطة تيعوضوه في البنو، انطلاقا من هاديك الروبير اللي خصها ضروري تجي ديريكت مع الفالف. والروبير الاخرى هي هاد الشعيرات اللي تيكونوا في البنوات. بالنسبه للناس اللي كيشريو بنوات جداد، فإلا ما لقيتيش هاد الشعيرات في البنو، فهداك البنو ما عندك ما دير به، حيت غادي يخسر لك ولا غادي يتفرقع ولا غادي يوقع ليه شي مشكله في الدوره. هاد الشعيرات تيدلوا على الجوده ديال البنو، فالدور ديال هاد الشعيرات تيدلوا باللي القالب فين تصوب هاد البنو تيتبيرجا من هادوك التقيبات. تيكون واحد التقيبات تيتبيرجا منه باش وسط المطاط ما يكونش واحد الفقاعات ديال الهواء، حيت الا كانوا وسط المطاط في الفقاعات ديال الهواء تيشكل خطر. الطريقه كيفاش تتعامل مع البنوات، فالطريقه راه حطها الكونستركتور، حطها الصانع اللي صنع الطوموبيل، حطها في هاد الفيش تكنيك. هاد الفيش تكنيك كتكون في جميع السيارات كتشرح لك كيفاش تقفل البنو ديالك واشنا هو البنو اللي خص هذيك السياره يركب فيها. بحال مثلا هذه عندنا تي 145 80 ار 18، يعني ديك 18 هي الجانطه. وبالنسبه للمشاكل ديال ضغط الاطارات، فالضغط ديال الاطارات ولا الطريقه باش كتقفل البنوات فراه يعني تقدر تسبب يعني بزاف ديال المشاكل الا ما كنتيش عارف كيفاش تقفل الاطار ديالك. المشكل الاول اللي هو الا نفختي البنو كتر من القياس، مثلا انت عندك 2.5 بار ومشيتي نفختيه 3 حيت بغيت تشارجي على الطوموبيل مثلا ودرتي ليها 3 بار وشديتي الطريق، في هذه الحاله راه البنو غادي يتكلك من الوسط و لا ربما يقدر كاع يتفرقع البنو. والعكس صحيح ثاني، الا ما نفختيش البنو مزيان، الا خليتيه مفشوش يعني غادي يتكل البنو من الجناب. هذا مكان، والسلام عليكم.